رئاسيات تونس. فاز الرئيس قيس سعيد بنسبة 90.7% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد بتونس، حسب ما أعلنته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الاثنين. وأعلنت ذات الهيئة خلال ندوة صحفية في قصر المؤتمرات بالعاصمة تونس أن المرشح قيس سعيد فاز في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية بنسبة 70.7%، مشيرة إلى أن النسبة النهائية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية داخل تونس وخارجها بلغت 28.8%. وأوضح رئيس ذات الهيئة فاروق بوعسكر أن المترشح سعيد حصل على مجموع 2,438,954 صوتا، في حين نال المترشح العياشي زمال 179,551 صوتا بنسبة 35.7%، والمترشح زهير المغزاوي على 52,903 صوتا بنسبة 79.1%، مشيرا إلى أن عدد الناخبين في تونس وخارجها بلغ 2,808,548 ناخبا. وأضاف ذات المسؤول أن مجلس الهيئة صادق بإجماع أعضائه على فوز المرشح قيس سعيد بأغلبية أصوات الناخبين، وصرح بفوزه من الدور الأول للانتخابات. وجرت الانتخابات في تونس يوم الأحد، وخارجها أيام 4 و5 و6 أكتوبر في 59 دولة.